السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي في فيديو جديد. معكم ام هاجر من قناه لمسات. اليوم حبيت نشارك معكم وصفه جلبانه بالقرنون. وصفه بزاف بنينه، تقدري ديريها في رمضان ونعطيها لك بطريقه يعني مبسطه وما تشدلكش اليد. بون كما نعرفوا يعني وقت الجلبانه وكاع تجي حلوه. الا ما عندكش تقدري ديريها بكونجلي نورمال. واش حنسحقوا في هذه الوصفه؟ نسحقوا بصله تكون كبيره، ونسحقوا شويه بولي اشي، وهنايا زعما هذه لي مورسو اللي قلعت منهم اشيت هذاك البولي، يعني اي طرف كان عندك ديري به. بون في كوكوطه نديروا 2 مغارف زيت ومغرفه كبيره تاع السمن. فوالا نقيسوا هذوك الطراف تاع الدجاج يعني باش نبدلنا البنه لاصوص وكاع اي طرف كان عندك نورمال. تقدري ديري فخذ ولا جناح ولا اي حاجه. نخليهم يتقلاو شويه باش يطلقوا البنه. نزيدوا البصل، من هذه البصله الكبيره نخلي هذا شويه يعني باه نزيدوا مع داك البولي. لي زيبيس حنسحقوا شويه راس الحانوت، كزبر، ثوم بودره، بون ملح، غرفه صغيره فلفل كحل، سكنجبير وتابل تاع الدجاج. يعني بعد نزيدوا داك البصل فوقه، نزيدوا هذو التوابل، نخليهم تتقلاو. هنايا كنت نقي في القرنون تاعي ونديره في القارص، يعني ما وقارص، ونحكو بيان بالقارص باش ما يكحالش. هنا نعاود نولي لاكوكوط تاعي بعد ما تقلات ديك لاصوص، نقيس الجلبانه فوالا، ونزيد لها 2 فصوص تاع الثوم، نقلع شويه ونديروا لهذاك الدجاج، نزيد هذاك الثوم في لاصوص تاعي نخليها تتقلى، ونجي ندير البولي اشي تاعي باه نعمر حبه تاع القرنون. بون هذاك البصل اللي بقى لي، شويه ثوم، فلفل كحل، ملح وتابل الدجاج، نخلطهم بيان هكذا. هنا بعد ما تقلات غايه ديك لاصوص تاعي حنمرق بماء يكون يغلي فوالا، نخليها طيب. هنا نزيد شويه تاع معدنوس وندير لو جون هذاك برك لو جون تاع البيضه فوالا، والبياض نديرو دو كوتي دوك نسحقو. هنايا هاولك الحبات تاوعي تاع القرنون، وهاولك هذاك لو بلون حنضربو بيان بالفرشيطه ونرفد بانسو باه نديرو في هذوك الحبات باش الحشو هذاك يلصق لنا ما يطيرلناش في لاصوص. يعني نديرو هنايا في لو فون هذا هكذا، ونجي نعمر الحبات تاوعي هكذا كيما راكم تشوفوا. انا هنا دوك نكمل نعمر كاع الحبات تاوعي. فوالا درت 4 حبات، وهذاك شويه البولي اللي بقى حنديرهم دي بول. هنا بعد ما لقيت الجلبانه تاعي طابت، حنحي ذاك الدجاج بشكل طايب، ونبدا نقيس الحبات تاع القرنون وهذوك اللي بول تاع البولي اشي. فوالا كما راكم تشوفوا. حنقيس الحبات تاوعي في لاصوص، يعني القرنون ما يسحقش بزاف وقت، 10 مينوت ويطيب. فوالا ما نبلعش لاكوكوط ديريكت، نخلي حتى نشوف داك الدجاج طايب من الفوق شويه ونبلعها. شوفوا هنا بعد ما طابت الجلبانه تاعي، هايا لا قليت معها حبه بطاطا. يعني الى ولادك ولا تبغوا البطاطا، احنا معروفين يعني كاع نبغوا الفريت. ها ولا البلاط تاعنا. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.